السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي مرحبا بكم في فيديو جديدة من قناة الدوكس تي في. بون ليكيب اليوم نحكي على المنتخب الوطني الجزائري وقضية جمال بلماضي. هل هو ليس في العارضة الفنية الجزائرية أم غادر تراب الوطني أم باقي مع المنتخب الوطني؟ ومن هو الناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني الجديد؟ سنشاهد كل هذا في هذا الفيديو القصير بعضا ما لنشرحه في بعض الحقائق ونطرح عليه بعض التساؤلات. الحاجة الأولى خوتي، كما سمعنا كامل، جمال بالماضي سيغادر العارضة الفنية أو غادر العارضة الفنية بما أنه تفاهم مع الفاف، لكن ما تفاهمش في قضية الأموال وقضية كيف تدفع له الأموال لكي يكمل كما يقولوا الكونترا تاعو. راهو سي كونترا مع حتى ل 2026 مع الفاف، يعني كيفاش راح يكمل الكونترا ديالو، ولا يكملهم له دراهم ولا يكملهم يعني خدمه بصح. شغلت كيما يقولوا لازم معليه سوا يكملوهم هكذا سوا يكملوهم هكذا. ولكن جمال بالماضي عرضت عليه الفاف انهم يعطيو له شهرين ويترك العارضه الفنيه، ولكن جمال بالماضي ترك المنتخب الوطني الجزائري بدون حل، حتى ما عطالهمش ريبونس. ثم راح ديريكت حكم الطياره خلاهم في حيره من امرهم. ولكن وصلنا لنتيجه ما ان الناخب الوطني جمال بالماضي يترك العارضه الفنيه للمنتخب الوطني بعد كل هذه الانتكاسات. ولكن يبقى جمال بالماضي، يبقى جمال بالماضي بانجازاته التي حققها مع المنتخب الوطني الجزائري، خاصه الكان 2019 اللي حقق فوز مهم جدا والنجمه الثانيه للمنتخب الوطني، على غرار بعض المنتخبات اللي راهي تقول ان عندنا منتخبات كبيره ولكن عندها نجمه واحده برك. الحمد لله يا ربي على اننا عندنا زوج نجمات، وتبقى لكم كأس إفريقيا عقدة. ورغم أنكم تحفروا للجزائر وتحاولوا تكسروا الجزائر، لكن تبقى الجزائر جزائر. أما نعود لجمال بالماضي باش ما نخرجوش عن صلب الموضوع. جمال بالماضي يترك العارضة الفنية، والمدرب الجديد سيكون نسبة كبيرة هو البوسني وعيد علي لوزيتش، اللي راح يشرف على المنتخب الوطني الجزائري في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. بقى هو اللي أقرب للانضمام الى المنتخب الوطني الجزائري. ولكن بعض المصادر الاخرى تقول ان بوقرة سيحل مكان بالماضي، وبعض المصادر الاخرى تقول رونار راهو في كما يقولوا راهو سير كونترا مع الاتحاديه الفرنسيه، لانه راهو حاكم النساء، دونك ما يقدرش يجي للمنتخب الوطني الجزائري. وبعض المصادر الاخرى تقول ان زين الدين زيدان هو الناخب الوطني للمنتخب الوطني الجزائري. هذا من المستحيلات السبعه ان زين الدين زيدان ياتي الى المنتخب، وخاصه على انه ماشي موالف انه يحكم المنتخبات، يعني موالف بالانديه وموالف بالتشامبيونز ليغ والدوري الاوروبي، دونك ما يقدرش يجي يحكم لك منتخب في افريقيا خاصه. المفيد والحصول ندخلوا في صلب الموضوع. بوسنيا وحيد تحليلوزيتش هل سينجح مع المنتخب الوطني الى المنتخب الوطني الجزائري؟ تحليلوزيتش نجح وحقق انجازات، ولكن ليست بانجازات كبيره، خاصه في افريقيا لم يحقق الشيء الكبير، فهمت؟ آه، رتب المنتخب، دار تشكيله جيده للمنتخب الوطني الجزائري، جاب لاعبين، اكتشف لاعبين. راني معاك نقولوا بلي حليلوزيتش يعني طور المنتخب الوطني الى حد ما. طلع للدور الثاني في كاس العالم في روسيا، طلع الى الدور الثاني. لكن تبقى افريقيا عزيزي. ان الوحيد اللي قدر يحقق انجاز كاس افريقيا في هذه الحقبه الزمنيه هو جمال بالماضي. في 2019 حقق كاس افريقيا، والكاس افريقيا الاخرى اللي حققناها كانت هنا في الجزائر. تما باش نكونوا صريحين ان ما نكروش خير جمال بالماضي ونقولوا ان جمال بالماضي ما دار والو للمنتخب، ولكن جاز في بريوده شويه صعيبه. المنتخب الوطني الجزائري كان شويه عيان، دونك مالوريزمون الله غالب. هذه هي كما يقولوا. بون شغل هذا هو الفوتبول، من ذاك تكون فلو من ذاك تكون فلو با، يعني غير ربي اللي ما يغلطش، وهذه هي. دونك جمال بالماضي يترك العارضة الفنية رسميا، ولا يشرف بعد الان على المنتخب الوطني الجزائري. مارغري الكونترا تاعو ما زالت، مي هو ترك التراب الوطني وراح خلاها هكذاك في الواو. دونك راح رساله مشفره على انه ما ماهوش حاب انه يريزيلي الكونترا ديالو، كيما ماهوش حاب يبقى في المنتخب الوطني الجزائري. تما خلاص كاين كواليس ما نقدرش نحكيها على اليوتيوب لانها ليست ظاهره وما عنديش ادله عليها. ولكن المنتخب الوطني الجزائري راه يجوز في ازمه فيها كولسه كبيره جدا. والاعداء المنتخب الوطني الجزائري هم من البلاد،
داخليا، ايادي داخليه ماشي ايادي خارجيه اللي تقول باللي حقرونا وظلمونا، ولا ايادي الداخليه. دونك ربي مع المنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله ربي ينصرنا على القوم الظالمين باذن الله تعالى، ويروحوا يبعدونا. بركات من الماكله من ذاك العام وانتم تاكلوا مازال ما شبعتوش. والله غير سينارمون نهضر عفايس كيما هذو، جينيرالمون نهضر برك على الفوتبول واش كاين في الفوتبول. ما نحبش ندخل في هذا في هذا الديبا هذا، وما نحبش ندخل في هذه الطريقه هذه باش نحكي على الناس هذوما. مي كيلكو بار راني مزهار وراني مقلق من هذا الجانب هذا. ربي يهديهم وربي يبعدهم علينا قد ما بعد سمع الله. المفيد ليكيب كما هذا هو الخبر اللي حبيت نزفه لكم على قناتكم الدوكس تي في. نقول لكم رجال بالماضي لن يعود للمنتخب الوطني رسميا، ويعني مصادر مقربه من جمال بالماضي يقول على انه يعني ميم سي مازال ما ريزيلياش الكونترا سينياتور ما سينياش انه ريزيليا الكونترا، ولكن ما يزيدش يولي المنتخب الوطني الجزائري. فوالا ليكيب وصلنا جيت لافات على فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الخبر تاع اليوم، وباذن الله ان شاء الله يكون يجي ناخب وطني اللي يقدر يجر المنتخب الوطني الجزائري الى بر الامان، ويخرجوا من القوقعه اللي راهو فيها، ويخرجوا من المشاكل الكثيره اللي راهي داخل المنتخب الوطني الجزائري والكولسه. وكاين لاعبين راهم يلعبوا دراع واسيت سويت. دونك ربي يجيب ساعه خير ان شاء الله. فوالا اللي كيف وصلنا لاشتراك على الفيديو تاع اليوم، ما تنساش دير لنا لايك على الفيديو وتابوني سيرتو في لاشين يوتيوب، هكذا باش يلحقك كل جديد على المنتخب الوطني الجزائري وعلى الدوريات الاوروبيه وعلى اللاعبين المحترفين في اوروبا وفي الخليج والى اخره. نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. تهلاو لي في روحكم بالبزاف. السلام عليكم.